خبر في الجول: عودة السولية وطاهر لمران الأهلي وغياب 4 لاعبين آخرين. قبل ما نعرف تفاصيل الخبر، ياريت لو انت من محبي النادي الأهلي تضغط اشتراك للقناة ولايك للفيديو علشان نعرف كم هم عدد محبي النادي الأهلي. عاد ثنائي عمرو السولية وطاهر محمد للمشاركة في ميران الأهلي استعدادا لمواجهة فاركو. وكان عمرو السولية قد غاب عن ميران أمس الأربعاء بسبب تعرضه لكدمة قوية في العضلة الأمامية. وقد نما إلى علمنا أن عمرو السولية قد شارك في ميران اليوم استعدادا لمواجهة فاركو، كما شارك محمود متولي بصورة طبيعية، وتبقى مشاركته في المباريات وفقا لرؤية الجهاز الفني. وشهد ميران الخميس عودة طاهر محمد من جديد بعد غيابه الفترة الأخيرة بسبب إصابة عضلية حرمته من المشاركة، بينما استمر غياب محمد عبد المنعم وأحمد عبد القادر ورامي ربيعة وبيرسي تاو عن التدريبات. وقد علمنا بأن غياب بيرسي تاو عن التدريبات كان بسبب تعرضه لنزلة برد شديدة، أما محمد عبد المنعم فيعاني من إصابة في العضلة الأمامية واستمر غيابه عن التدريبات، بينما غاب رامي ربيعة فبسبب جزع في مفصل الترقوة خلال نهائي الكأس أمام بيراميدز. ولم يتعافى أحمد عبد القادر من إصابته في العضلية الخلفية، لذلك غاب عن ميران الأهلي. ويلعب الأهلي ضد فاركو ضمن منافسة الجولة 25 في مسابقة الدوري، ويحتل الأهلي المركز الثاني مؤقتا برصيد 47 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن فيوتشر الذي خاض 4 مباريات أكثر من النادي الأهلي. وأخيرا وليس آخرا، لا تنسى ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلك منا كل جديد.